البنت دي كلامها صح مليون في المية. اسمع الكلمتين دول وتعالي لي تاني. انا طالعه بس ارد على الناس اللي بتقول لي يا رو ارجعي لربنا قبل رمضان. مفيش حاجه اسمها كده. ربنا مش موجود في رمضان بس، ربنا موجود معانا دايما وابدا، بس ما بنقولش كده. بص رمضان يا جدعان احنا بنحترمه لانه شهر مبارك وشهر كريم، لكن ما بنقولش ارجع وتوب قبل رمضان، ما بنقولش كده. التوبه بتبقى توبه نصوحه وموجوده دايما خلاص. مش عاوزك تهاجمني، وانما اسمع الفيديو لحد اخر كلمه، وما تنساش دايما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك. البنت دي بكل بساطه اسمها رورو. انا ما كنتش عاوز اقول الاسم بتاعها عشان ما حدش يبحث ورايا، ولو انت بحثت ورايا فالذنب عليك انت مش عليا انا، عشان انت كده متبع لهواك. لكن كل ما هنالك انا بقول اسمها عشان نوصل لها الكلمتين دول، يمكن لعل وعسى ربنا يهدي قلبها. بتعمل محتوى على التيك توك مشهوره بالرقص، بترقص. وعلى فكره هي مسلمه، وقالت الكلمتين اللي انتوا سمعتوهم من شويه ان فعلا باب التوبه مش مقفول ومش متعلق بس برمضان، وان ربنا موجود معانا على طول، وان التوبه تكون توبه نصوحه. مش بس ربنا في رمضان وربنا مش موجود في رمضان، ربنا موجود في كل وقت معانا، وهو معكم اينما كنتم، مستو على عرشه على كرسيه فوق السماوات السبع سبحانه جل في علاه، ولكنه معنا بعلمه وبإحاطته. طبعا بما ان فيديوهات الاستاذه والآنسة رورو كلها رقص وكلها هشك بشك، واغلب الناس بتحب الحاجات دي، فطبعا الفيديوهات جايبه ملايين المشاهدات. فبدايه احب اقول لكل واحد بيشوفها وبيتفرج عليها وبينشر لها حاجاتها، كل ده في ميزان سيئاتك، جرار سيئات وانت نايم في قبرك اول ما تموت. كل واحد بينشر محتوى غير هادف انت بتشجعه وبتأيده على كده وبتدعمه بكده، فكل ده في ميزان سيئاتك. فاوعى تشوف حاجه لا ترضي الله. واما الاستاذه والانسه رورو، فيا انسه والله العظيم هتموتي، والله العظيم انا وكل اللي بيشوفك هنموت. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو احب خلق الله مات، وربنا قال له كده انك ميت وانهم ميتون، كله هيموت. تقولي لي ما انا عارفه يا عم شريف ان انا هموت، هو في حد مش عارف انه هيموت؟ كلنا هنموت طبعا. طب بالله عليكي انت مش واخده بالك انك وانت مره بتعملي فيديو كده وبترقصي يجي لك ملك الموت علشان ياخد روحك وانت على الوضع دوت؟ بجد انت توقعتي كده وفكرتي في نقطه زي دي وانت قاعده مع نفسك، ولا ما بتجيش في تفكيرك خالص؟ هتقولي لي وارد جدا. طب لما هو وارد جدا، انت متوقعه بقى لما هو يجي ياخد روحك هيقول لك لو سمحت يا انسه ممكن اخد روحك؟ لا مش هيعمل كده، مش هيستأذن ويخبط على الباب، ده هيقوم ساحب الروح مره واحده. ساعتها والله العظيم ما هتقدري تقولي له طب سيبني ربع ساعه امسح الفيديو وارجع اصلي واتحجب، مش هيحصل. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت ليه مش جاهزة للحتة دي؟ وليه مأمنة نفسك إن أنت لسه هتعيشي 50 60 سنة؟ هو أنت مش عارفة إن في حد قريبك حد جارك ماتوا وهم ماشيين؟ ماتت وهي في الحمام، ماتت وعندها 20 سنة و18 سنة و15 سنة. عارفة يا آنسة رورو لو أنت متي على الوضع ده إيه اللي هيحصل؟ تخيلي معايا كده أول ما تندفني في قبرك، والله العظيم كل الفيديوهات بتاعتك دي كل دول في ميزان سيئاتك. مش ملايين، البليارات من السيئات هتتجرجر لك في قبرك. تخيلي كمان ان القناه بتاعتك اصلا ما اتمسحتش والناس عملت كوبي منها، وكله انزل الصور والفيديوهات بتاعتك عنده وعمال ينشر فيها طول ما انت ميته. سيئات شغاله وانت ما عملتهاش، انت عملتي جزء منها والباقي جرار. قال الله عز وجل ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. بس هو الشيطان عمال يخدعك ويوسوس لك ويقول لك عادي افرحي وهيصي وفرحي الناس، ولسه قدامك 20 30 سنه، وقبل ما تموتي بسنتين ثلاثه خلاص توبي. هو عمال يعمل كده معاكي عشان هو عاوز يرميكي في نار جهنم وانت ماشيه وراه. اوعى تتغري ان ربنا سايبك بالطريقه دي. ربنا قادر ان هو يميتك على التو واللحظه، وقادر ان هو يموتني دلوقتي وانا قاعد، بس عشان ربنا ما بيعاملناش بعدله انما بيعاملنا برحمته، فهو سايبنا يمكن ترجعي، يمكن تتوبي، يمكن ينصلح حالك، عشان ما يبقاش ليكي عذر عند ربنا يوم القيامه يا رب لو كنت سبتني كنت تبت. اهو سابك سنه واثنين وثلاثه وعماله وشغاله وعماله تعملي فيديوهات. طب هتتوبي امتى؟ ولا كنتش انت عارفه ميعاد موتك امتى؟ فلو انت عارفه قولي لنا الطريقه اللي انت عرفت بيها ازاي هتموتي وامتى هتموتي عشان نعمل زيك، وساعتها يبقى الواحد مأمن نفسه يعصى ربنا طول حياته، وبعد كده قبل ما يموت بشهر بشهرين يجيب سجادة الصلاة وما يطلعش بالمسجد. قولي لنا الطريقة لو انت عارفاها. من رحمة ربنا ان هو بيسيب لنا فرصة تانية يمكن نرجع له، ولو رجعنا له مش بس يسامحنا ويعفو ويغفر لنا، بل بيحول كل سيئاتك اللي انت عملتيها دي حسنات. والله العظيم هو اللي قال كده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا رحيما. فرصة دلوقتي يا آنسة ويا كل واحد بيسمعني، داخلين على شهر رمضان، فرصة للتوبة. باب التوبة مفتوح أيوة طول السنة، بس دايما كده ربنا بيدينا شوية نفحات، شوية مواسم للطاعة عشان نجتهد فيها فتكون الأجور أكتر. الشياطين بتتسلسل ليه ميزة معينة على فكرة مش موجودة في أي شهر تاني، وأبواب الجنة بتتفتح وأبواب النيران بتتغلق، وأي واحد ما بيصليش بتلاقيه بيصلي في شهر رمضان، وأي واحدة مش محجبة بتتحجب حتى على الأقل في شهر رمضان، وما بيبقاش قرآن طول السنة بيقراه برضه في شهر رمضان. خديها مني وبقول لك واسمعيني، توبي والله العظيم، ربنا تواب رحيم وهيقبلك على طول بإذن الله. لكن الخوف إنك تموتي على كده، ساعتها اخاف عليك من عذاب رب العالمين. ادعوا لها تحت في التعليقات، يمكن لعل وعسى ربنا يستجيب دعوه منكم ليها، واعملوا لها منشن عشان يمكن تشوف الفيديو ده، ولعل وعسى الله عز وجل يهدي بكلمه، فهو يهدي من يشاء بغير حساب. اسال الله عز وجل ان يشرح صدرك ويهدي قلبك ويستعملك في طاعته وليس في معصيته. تنسوش دايما ان الدال على الخير كفاعله، واوعوا تنسوا تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان.